غاب ممثلو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والنواب الشيعة عن لقاء رؤساء الطوائف والكتل النيابية مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في مقر البطريركية الماروني في بكركي، الذي بحث ملف الشغور الرئاسي بشكل أساس. وأكد فيه بارولين أن النموذج اللبناني يجب المحافظة عليه في هذه المنطقة التي تشهد أكثر من صراع. وشارك رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية في اللقاء الجامع الذي دعا إليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وشهد لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجي المرشح للانتخابات الرئاسية، فيما أرسل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ممثلا عنه وهو النائب بيير أبو عاصي، وأرسل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل النائب نديم الجميل ممثلا عنه. لكن ماذا عن الغياب الشيعي بعد كلام البطريرك عن المقاومة يوم الأحد؟ وهل حصلت القطيعة مع بكركي فعلا؟ خلال لقاء جمع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب والسفير الإيطالي، سأل السفير عما تردد عن مقاطعة لقاء بكركي مع الموفد البابوي، فأكد الخطيب أنه لم تكن هناك مقاطعة للموفد البابوي، وأن علاقة المجلس الشيعي بالفاتيكان هي علاقة ممتازة ويسودها الود والاحترام، لكن موقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يوم الأحد بالنسبة للمقاومة هو الذي فرض علينا عدم المشاركة، وكنا نتمنى توضيحا من البطريركية لهذا الموقف. وقد جاء التوضيح متأخرا من خلال المونسنيور عبدو أبو كسم، إلا أن هذا لا يعني مقاطعة بين المجلس الشيعي وبكركي، خصوصا أننا ننسق مع البطريركية في معظم الأمور التي تخدم الوطن، وقد كانت لنا زيارة مؤخرا للصرح البطريركي، وفي الخلاصة نؤكد حرصنا الدائم على العلاقة الطيبة مع الفاتيكان. إذن هو موقف معنوي اتخذه المجلس الشيعي بعد خطاب البطريرك الراعي يوم الأحد عن أن المقاومة ضد العدو الصهيوني في الجنوب حولته إلى منطلق لأعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها. هذا التصريح الذي أثار حفيظة المجلس هو السبب وراء مقاطعة اللقاء، في وقت أكد الشيخ قبلان أنه يريد رئيسا مسيحيا للمسلمين بمقدار لهفة المقاومة المسلمة وتضحياتها في سبيل كنائس المسيحيين، وهذا لا يكون إلا بالتوافق الضامن لوطن المسلمين والمسيحيين.